بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة الكورة مع تريكا. فضلا وليس أمر نعمل لايك وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لما جينا اتكلمنا هنا وقلنا جين إدوارد جاي نادي الزمالك يشتغل صح، الناس كانت معترضة والناس ما كانتش مصدقة الراجل ده اللي هيعمله، بس احنا كلنا كنا واثقين في الراجل دوت. وانا اول ما سمعت ان هو هيمسك مدير رياضي في نادي الزمالك قلت الراجل ده هيشتغل صح. اول حاجه عملها صح ان دلوقتي ما بيمشيش حد كده ببلاش، وما بيدخلش اي لعيب في صفقه تبادليه ببيع نهائي، بيوديه اعاره زي ما شفنا دلوقتي اللي حصل مع حسام اشرف. وداه سموحه وهياخد 6 مليون جنيه، وبيقرب كمان من بيرسي تاو بعد ما اتعاقد مع احمد شريف وعمرو ناصر الاثنين مهاجمين بتوع نادي فاركو. نادي فاركو اللي كمان يعني بيخلص كمان في مدافع قوي جدا من الدوري الممتاز لنادي الزمالك، بس لسه جون ادوارد متكتم على اسمه، مش عاوز يقول مين، وهو صرح وقال مهاجم مدافع قوي جدا ومدافع هيفيد نادي الزمالك. وزي ما انتم عارفين خلص احمد ربيع من البنك الاهلي، ودلوقتي جاب كمان شيكو بنزا المهاجم الافريقي الجناح، فهو شغال صح. هو قال لهم مش عايز حد معايا، سيبوني اشتغل بالناس اللي معايا واتفرجوا انا هعمل ايه في اللي موجودين وهعمل ايه في الفرقه. هو كمان اللي قال لهم هخليكم تلعبوا دوري ابطال افريقيا. كل ده جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك الجديد. انا قلت لكم الراجل ده شغال، انا قلت لكم الراجل ده يعمل فرقه جامده لنادي الزمالك. دلوقتي كمان بيفاوض الباك رايت محمود غربال بتاع منتخب تونس، هو هيعمل غربله كمان في الافارقه اللي موجوده. هو مش عايز حد يقعد من غير ما يشتغل، مش عايز حد يجيبه نادي الزمالك ويقعد ياخد فلوس واخر الموسم يمشي. هو ده اللي شغال عليه. كل الدعم لجماهير نادي الزمالك وكل الدعم للقلعه البيضاء في السنه الجديده، والموسم الجاي يبقى قوي جدا 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 مع الاهلي والزمالك وبيراميدز، ونتفرج على فرقه الزمالك تعود من جديد. احنا عايزين اهلي وزمالك، عايزين زمالك واهلي، عايزين الاثنين اللي هم القوه العظمى بتوع مصر. مش عايزين بقى بيراميدز وعايزين، لا احنا عايزين الناس دي تخش تنافس. لكن الفرقتين اللي موجودين اللي مصر معروفه بيهم اهلي وزمالك. كل الدعم لجماهير الزمالك وكل الدعم لجماهير الكره المصريه، وننتظر نشوف موسم مرعب.